بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جل وعلا وبياكم أيها الأكارم، وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. أقول هذا الكلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام العاشر من شهر ذي الحجة من عام 1447 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يوافق 27 من شهر ماي من عام 2026 للميلاد. يحدثكم بحديث الرحمة المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بيوم العيد، كما جرت السنة عند أهل العلم وأهل الأثر أنهم يحيون مثل هذه المناسبات سواء كانت مكانية أو زمانية، ومثل هذه المناسبة الزمنية بقراءة هذا الحديث، ألا وهو الحديث المسلسل بيوم العيد. وأما الحديث الرحمة المسلسل بالأولية فبإسناد المتصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مرورا بعبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، وعنده ينتهي التسلسل بالأولية كما تعلمون، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية قال: يرحمكم من في السماء بإسكان الميم في يرحمكم ويرحمكم. وأما الحديث المسلسل بيوم العيد فأرويه عن خلق كثير من أهل العلم، رحم الله جل وعلا الأموات وحفظ الله جل وعلا الأحياء، وحفظ الله جل وعلا الأحياء. وبإسناده المتصل إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال ومرورا بوكيع بن الجراح قال: أخبرنا سفيان الثوري في يوم عيد قال: حدثنا ابن جريج في يوم عيد قال: حدثنا عطاء ابن أبي رباح في يوم عيد قال: حدثنا ابن عباس في يوم عيد قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس، قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم. يا أيها الناس، قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم. وقد أجزتكم بهذا الحديث المسلسل بيوم العيد، والمسلسل وحديث الرحمة المسلسل بالأولية إجازة خاصة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال والأقوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.